رجعت عشان اقول لكم الحاج لما ندهلي كان عايز مني ايه. شيء غير متوقع، محدش يقدر يتوقعه ولا يتخيل. دخلت وراه المكتب وقعد على الكرسي بتاعه ورا مكتبه وشاور لي اقعد على الكرسي اللي قدامه. قال لي اقعدي، وانا جوايا خوف وقلق مش عارفه عايزني ليه. اقعدي وكأني مش سامعاه، سرحة بخيالي وشاردة بعيد وعينيا على ولادي وجوزي. اقعدي. انتبهت على الشخطة، بس بصيت في الوش لقيت فيه سماحة وابتسامة، وبيمد ايده ويقول لي اقعدي يا بنتي. كلمة يا بنتي طمنتني وريحتني شوية وقعدت. قال لي سؤال واحد، انتي متجوزة بقالك كام سنة؟ بصيت له وقلت له مش عارفة، مش قادرة احسبه. ابنك عنده كام سنة؟ قلت له احنا طلعنا له البطاقة من شهرين. قال لي خلاص عرفت، البطاقة طلعت على 16 وانتي بتقولي خلفتي على طول، يبقى متجوزة بقالك قولي 17 سنة. ايوه، وفيها ايه؟ ده مهم في ايه حضرتك؟ لا ده مهم لحضرتك مش لحضرتي. يعني ايه يا حاج؟ انا مش فاهمه. يعني انا هقولك بالسريع كده، انتوا ليكوا حق عندي، حق بقاله 17 سنة. يعني ايه برضو مش فاهمه؟ بص يا بنتي، انا كل واحد بيشتغل عندي بيبقى له عندي حقوق، والراجل البركة ده عندي من وهو صغير خالص، من اول ما قال يا شغل بقاله اكتر من 22 سنة عندي. عارفة يعني ايه؟ عمر تاني. كل واحد بيتجوز من اللي بيشتغلوا عندي بزود له مرتبه نص المرتب تاني. يعني لو بياخد 2000 بديله عليهم 1000 زيادة يبقوا 3. ليه؟ لأنه بقى راجل مسؤول عن بيت وأسرة، وده رزق ربنا بعته عشان أديه للي يحتاجه واللي يستاهله. وجوزك ما كنتش أعرف إنه اتجوز ولا خلف، أخوه بيجي يرميه من على باب المزرعة وياخده من على باب المزرعة، وأول كل شهر يقف على الباب أبعت له مرتب في إيد أخوه ياخده منه، وخلصانة على كده. وأقول لك حاجة كمان، ده نادر لما ياخد أجازة ويقعد وشغال بضمير، عمره ما خان الأمانة اللي كنت سايبها له. يعني دي لوحدها ليها مكافأة. يا حاج أنا مش فاهمة حاجة ولا عارفة أنت بتقول إيه. طب عايز مني أنا إيه؟ يا بنتي أنا قلتلك أنت اللي عايزة مش أنا اللي عايزة. أنا مش عايزة حاجة والله يا حاج، أنا عايزة أمشي اللي زعقولي عشان اتأخرت. حاضر همشيكي، بس الأول هرسيكي. بص يا ستي، جوزك ليه نص شهر عندي في 17 سنة، مش هتعرفي تحسبيهم. أنا بقى هقعد أحسبهم عشان تاخدوهم. ناخد إيه؟ تاخدوا كتير. ورمالي مبلغ كبير كده وقال لي يعني قرب ده. أنا معرفوش المبلغ ده، ما شفتوش، ما تخيلتوش، لا معايا ولا مع غيري. بصيت له باستغراب والقلق زاد عندي اكتر. هو الراجل ده بيضحك على عقلي ولا ايه؟ هو عايز مني حاجة وبيجرجرني عن طريق الفلوس؟ وبعدين طب انا هعرف الحقيقة ازاي؟ قال لي يلا يا بنتي خدي جوزك وولادك واتكلي على الله ولينا كلام تاني. مشيت
خدت ولادي وجوزي ومشيت طول الطريق دماغي بتلف في اللي قالهولي، وبنتي سألتني كان عايزك ليه يا ماما؟ قلت لها موضوع كبير، اما اقعد انا وانتي لوحدينا هحكي فيه. ما انا بنتي كانت واعية وبقت صاحبتي، اعز صاحبة ليا، ودماغها مصحصحة يمكن اكتر مني. وروحنا البيت وانشغلنا في الهم اللي ورانا، من تنظيف لأكل لخدمة لشراء طلبات. والبنت نفسها تقعد تذاكر، وعشان بنتي تقعد تذاكر بقى اللي يطلب منها أعمله أنا. وسلفتي جاية عليا بالقوي من يوم ما حست بالغيرة، وهي جاية عليا زيادة. يلا عند الله. ورحت وديت جوزي اليوم اللي بعده واللي بعده واللي بعده، والحاج ساكت ما فتحنيش في حاجة. ياه، هو كان حلم ولا كان بيلعب بيا وبدماغي؟ لحد ما جه في يوم ونده لي تاني، تعالي يا ام البركة يا مرات البركة. دخلت وراها المكتب، ما انا خلاص اديته الامان. دخلت المكتب، طلع شنطة من جنب المكتب بتاعه وحطها فوقيه وفتحها، ولقيت فيها اللي عيني عمرها ما شافته، رزم فلوس مرصوصة فوق بعضها. الشقة خلتني كنت هبلع لساني لحد ما هو مات على نفسه من الضحك، وقال لي بالراحة يا ام البركة، الشقة دي تطلع الروح، في ايه مالك؟ ما كنتش عارفة انطق. قال لا، شايفة الفلوس دي كلها؟ قلت له شايفاها. شايفاها؟ ده انا مش شايفاها بس، ده انا مش شايفة حاجة غيرها. راح ضحك تاني، ولا الفلوس دي بقى بتاعتك انت وولادك. يا نهار ابيض، انت بتقول ايه يا حاج؟ والله يا بنتي بتاعتك انت وولادك. هتاخديها ولا هتشيليها في مكان ولا هتوديها بنك ولا هتعملي ايه؟ عيطت قوي وطبطب على كتفي وقال لي بتعيطي ليه؟ قلت له ما انا مش عارفة هعمل فيها ايه، ده احنا خفنا ناخد منك الفلوس القليلة لا يبهدلونا، ولو خدنا الفلوس دي هياخدوها مننا وبرضه هيبهدلونا. قال لي صح، انتي على حق. طب خلاص سيبيها لما نفكر هنعمل بيها ايه، بس ما تغبيش عليا، ايام بسيطة وهنرسى على بر. واوعي تقولي لحد ان ليكوا فلوس كتير زي دي عندي، ده حقكوا، وهحطلك عليه كمان مكافأة. طيب في حاجة بس عايزها منك تانية. ايه هي؟ ابنك ماله؟ خليه يسيب شغله اللي بره ويجي يشتغل هنا، مزرعة كبيرة وعايزة ناس كتير، والولد هيبقى امين زي ابوه. طب اخليه يسيب الشغل ازاي واقول لهم ايه؟ قال لي اعملي اي حاجة، انا هعمل له راتب كويس بس مش هديهولكوا كله. بصيت له، ليه؟ قال لي يا بركة عشان اشيل جزء منه على دول، هعرفهم بجزء واشيل الجزء التاني. طيب. ورحت ومشيت وفضلت افكر، طب ابني يسيب الشغل ازاي؟ واتفقت معاه على حاجة انا عارفة انه هيعملها، هو اصلا لعبي. قلت له انا عايزاك وانت رايح الشغل كل يوم تلعب وانت ماشي وتتأخر وتتدلع لحد ما الراجل يطردك من الشغل. قال لي ليه يما؟ عمي هيضربني. ما تخافش، هشغلك مع ابوك وهيديك حاجات حلوة ويأكلك من الفاكهة اللي في المزرعة. الواد فرح وطلبت منه ما يجيبش سيرة لحد، ونفذ بالظبط 3-4 أيام، وصاحب الشغل كان طرده وعمه رنه علقة بضمير.
والواد الغلبان بقى يبصلي وهو بيتضرب ومبتسم وبيضحك وعايز يقولي نفذنا اللي اتفقنا عليه. على قد ما كان صعبان عليا، على قد برضه ما انبسطت انه نفذ حاجة وقدر يتصرف فيها حتى لو كانت حاجة بسيطة. وعمه قال له من الصبح هوديك ورشة. رديت عليه وقلت له طب ما تسيبه يشتغل مع ابوه في المزرعة. قال لي الراجل مش هيرضى. قلت له سيبه، هاخده معايا واتحايل عليه، يمكن نصعب عليه. خديه وديه وغوري بيه. وسلفتي تبصلي وهي مش طايقاني لا من فوق ولا من تحت. صبحت تاني يوم خدت ابني في ايد وجوزي في ايد زي اللي سحب عيالها وراحت توديهم المدرسة، ورحت للحج وسلمته الواد وابوه وانبسط وقال لي انا هديهم في ايديهم مبلغ كذا وهشيله كذا، وكل يوم هديله مصروف ليه ومصروف لاخته يخبيهم ويديهولها، خليها تصرف في المدرسة وهي مع صحباتها، ولو احتاجت درس قوليلي، لو احتاجت لبس قوليلي. الله يبارك لك، الله يكرمك، الله يسترك، الله يفرح قلبك. ده اللي بقى على لساني. والراجل يقول لي اتكلي على الله يا بنتي، سيبيها على الله. وابني وبنتي عرفوا يعني ايه مصروف، يجيبوا كيس شيبسي، يجيبوا بسكوتة، يقفوا قدام صحابهم وايديهم وجيبهم فيهم فلوس حتى لو بسيطة. والأول مرة على سنهم ده يبقى في جيبهم قرش. لا ده أنا كمان بقى معايا. البنت بقت تفوض وتديني، والواد ما بيعرفش يصرف ويديني، وبقى سر بينا احنا التلاتة. حتى الواد اللي بيقولوا عليه مبروك عارف يصون السر، وبقيت احوش حاجات بسيطة لحد ما اتفاجئت ان بعرف احوش واوصل لحاجات كبيرة. والحاج من وقت للتاني في اي عيد يحط مبلغ في ايدي يقول لي داريه منه. بقيت قروبة وبعرف اشيل وبعرف اخبي في اوضتي، محدش يتوقع اني معايا. والحاج قال لي كام يوم وعامل لك مفاجأة هتفرحك قوي انتي والولاد. قول يا رب. قلت يا رب، ومروحة بجوزي وابني، ولقيت بنتي جاية بتجري عليا جري وبتصرخ، والأسعاف واقفة قدام البيت. المرة الجاية نكمل بقى. ماذا تفعل لو كنت مكاني؟ وانتظرونا الحلقة الجاية من حكايات، روايات، حواديت، حوارات، أشعار، شمس النهار، ولو كنت مكاني.